السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. صباحكم فل وسعادة يا رب. انا النهاردة هقول لكم على يومي عملت فيه ايه، ونقضيه مع بعض كده ونشجع بعض. انا صحيت كده، بس غسلت اسناني بقى ووشي واتوضيت كده بقى عشان اصلي. وانا ما بدخل علشان استخدم الحوض بتاع الحمام بغسله، ممكن مرة مرتين في اليوم. يعني بحاول ان انا على طول ايدي فيه علشان يفضل نظيف. بعد كده دخلت عملت الروتين بتاعي الصباحي كده، يعني اي حاجة بسيطة. ده كريم ايفا صباحي هو، وفي واقي شمسي. هتقولي مثلا حاطه واقي شمسي ليه الصبح؟ عشان بالمطبخ يا جماعة. البوتاجاز انا اكتشفت مؤخرا كده ان لازم ان احنا نحط الواقي الشمسي ده، فبعمل زي ما الناس بتقول. وبعدين حطيت المرطب ده، كانت الدكتورة بتاعت الجلدية وصفهولي. وكمان لبست عباية بيتي كده عادية. انا ما بحبش العبايات البيتي دي خالص خالص بصراحة. بس لبستها كده مؤقتا عشان هنشر بقى والتصوير ومش عارف ايه. ورحت كده جبت الاكسسوارات بتاعتي دي زي ما انتم شايفين كده، لبستها، لبست فضي، انسيال فضي كده وخاتم. والناحية التانية لبست غويشة كنت جايباها من عند من مكة. كانت حلوة اوي، غوايش الوان كده يعني بلاستيك هي. بس لقيت نفس الالوان بتاعت العباية. وقبل ما اطلع من الغرفة كده قلت اما اشيل الغسيل من على الشماعة علشان افتكر ان انا اشغل الغسالة بدري. رحت بقى علشان اصلي. السجادة دي كنت جايباها من المحلات اللي حوالين الحرم يعني، في سوق قباء. وبكتب عليها الاسم كده جميلة. وطبعا عندي الصلاة نظيفة خالص الحمد لله. ببقى مظبطاها من قبل ما انام، يعني على قد ما اقدر. كل يوم اظبط الصلاة قبل ما انام. وقرأت كده صفحة من المصحف او سورة او الورد بتاعك، شوفي انت بتحبي تقرأي ايه، يعني انا بشجعك انك تعملي كده. دخلت اعمل بقى افطار كده عليه انا وبنوتي. جبت جبنة القريش. جبنة القريش بتغيب عندي شوية، فبحاول ان انا استغلها. جبت القطعة الحلوة دي، وهستخدم القطعة التانية كمان بس في الاخر. دي فطيرة كده كنت شايفاها على النت، صحية هي يعني. هرست كده الجبنة القريش كويس، والناس يعني كانوا بيضربوها بالهاند بلندر، بس انا بصراحة بكسل اطلع الهاند بلندر. وبعدين المطبخ عندي مش نظيف اصلا من بالليل، فمش هكوم كمان حاجات تانية مش نظيفة. حطيت بيضتين على قطعة الجبنة القريش دي، وهرستهم برضو بالشوكة كده. وبعدين جبت طحينة، معلقتين او 3 معالق كبار طحينة، معلقتين ونص، 3 معالق يعني. عاير انت كده بعينيكي يعني. انا حطيت هنا بتهيألي معلقتين ونص. وقلبتهم برضو. وبعد كده جبت شوية من البيكنج باودر، حطيتهم وكله بالشوكة. شغلي ايدك بالشوكة كده. وهنا بنوتي كانت جنبي بتقولي انت بتعملي ايه يا ماما؟ قلت لها بعمل لنا فطار. جبت الكام زيتونة دول، بدل ما احط ملح حطيت الكام شريحة زيتون اسمر من دول كده في الفطيرة. وحطيت سمسم. ممكن تكتفي بكده وخلاص، بس ايه بقى، افتكاسات بقى، افتكاساتي بقى، بحب احط حاجات، احط حبة البركة، حطيت بذور شيا وبذور كتان، يعني خليها قيمتها الغذائية تبقى عالية، وكمان تبقى مناسبة للدايت. وده يا جماعة مش كل يوم بعمل كده، او مش طول النهار بعمل كده. المهم ان على قد ما تقدري كلي حاجات صحية على قد ما تقدري. جبت الصينية الحلوة دي، وحطيت فيها ورقة زبدة، ودهنتها حتة من زيت الزيتون، شوية من زيت الزيتون. ورحت فردة فيها الخليط اللي انا عملته ده. تمام. وهدخله الفرن. ممكن تعمليها على عين البوتاجاز من فوق، بس يعني انا قلت اما احطها في الفرن علشان إيه ما انشغلش بيها. ولعت لها من تحت ومن فوق الشوايه والعين اللي تحت بتاعه الفرن، وهسويها في الفرن. القطعه التانية عملت بيها ايه بقى؟ هرستها شويه كده مع شويه زبادي، مع معلقه زبادي وشويه حليب، وقلبتهم كويس وحطيتهم على الوش. وبصراحه يعني ما كانش لها لازمه، بصراحه الحته دي ما كانش لها اي لازمه. بوريكم المطبخ بقى هنا اهو حواليا كده، وانا قاعده مستنيه الفطيره. يعني قلت لا، انا هقوم اشطب المطبخ ده على ما الفطيره تستوي. الفطيره طبعا طلعت من الناحيه اللي انا حطيت فيها الجبنه والحليب والزبادي دي متحمره زياده، وده القاع بتاع الفطيره. فقلبتها كده وقطعتها بقى قطع، يعني على 8 قطع. على بال ما استوت اهو، شايفين المطبخ خلصته ونضفته ما شاء الله.
بقى فريش كده وجميل. وانا مش هعمل اكل النهارده بقى هوسخ بقى مواعين وكده، لا. فقلت اما انضف المطبخ استغل الوقت كده، لان النهارده كسوله كسوله يعني. عملت بقى براد الشاي الصغنن ده لي انا وبنوتي، وخدت الكوبايتين دول وطلعنا قعدنا على السلم كده نفطر. شايفين الفطيره بجد كانت طعمها حلو قوي قوي ما شاء الله، طعمها جميل. حطي فيها بقى خضار، حطي فلفل، حطي طماطم، حطي بصل، حطي اللي انتي عاوزاه. بس انا عملتها كده، حتى كنت مطلعه خضار متقطع وما حطيتوش. اهو شايفين طعمها لذيذ لذيذ وصحيه، وكلي منها زي ما انتي عايزه يعني. شايفين حلو قوي قوي قوي. انا اكلت القطعتين دول بصراحه، وبنتي اكلت قطعتين برضو، وقعدنا كده بقى شويه. قعدت بقى منتخه يعني، كنت قعدت هنا اكل عفاف الجبنه دي، جبنه نستون، علشان عفاف كانت رايحه عند ناس، رايحه ضيفه يعني عند ناس، وللاسف ما عمرتش لاني عندها حاله التزاوج دي وطالبه تزاوج. فانا بصراحه اللي خلاني ان انا هوديها في بيت تاني انها بتعمل لي بيبي في الشقه، فاتضايقت جدا جدا منها، ومن باب العقاب وديتها. بس ملحقتش ان انا بصراحه افرح بالعقاب. الناس رجعوها لي تاني يعني، هتشوفوا معايا. طبعا جهزت بقى ان انا ان انا اجهز للغدا. طلعت الستريبس والبطاطس دي، حطيتهم في القلايه الهوائيه. هعمل سندوتشات كده بس للولاد، وانا هاكله كده بس من غير عيش، مع سلطه بقى، مع اي حاجه. رحت اعمل القهوه بتاعتي علشان يعني ده السناك بتاعي كده، وان انا مثلا اقعد كده يعني استريح شويه، مع ان انا ما مش عارفه استريح من ايه. بس انا بصراحه اليوم ده كسوله جدا يا جماعه جدا، وده بيتهيألي عشان انا ما بقيتش اروح الجيم، ولا بقيت ان انا اعمل اي نشاط، كله من شغل البيت بس كده وخلاص. فحاسه بكسل رهيب، وحاسه بألم في جسمي، اللي هو يعني ربنا يعافيكم جميعا. الام الفايبروميالجيا دي ما بتخفش غير لو بالرياضه، لو بتخرجي بتلهي نفسك كده. وانا ما عدتش بحب اخد مسكنات ولا اي حاجه خالص خالص، ما عدتش عايزه اخد اي ادويه بصراحه، الادويه بتدمر الجسم. هنا القهوه بقى اهو. وكنت بصب القهوه مش واخده بالي ان انا بسقي الشجره قهوه، بشربها قهوه هي رخرة بس عادي، بالهنا والشفا علينا احنا الاتنين. وطبعا الشوكولاته دي انا ما اكلتهاش، انا بحب احطها كده بس في التصوير. انا باخد منها مكعبين 2 صغيرين، هي مكعبات صغيره كده، باخد منها مكعبين. المهم شغلت القلايه بقى على الستريبس والبطاطس، وبطلعه اقلبه كده، لان القلايه طبعا مش بتسوي من تحت، بتسوي من فوق بس، فبتقلبيه الحاجه كده علشان تستوي معاكي بسرعه. وعملت بقى سندوتشات للولاد، وعملت لهم هنا عصير ليمون بالحليب. تمام. حطيت في الكاسات كده تلج، وطبعا انا مشربتش منه علشان حط عليه سكر، فما شربتش منه طبعا. وكمان في حليب، فانا مش حابه ادخل الحليب، لان انا باكل زبادي في اليوم، فمش حابه ان انا ادخل زبادي وحليب في نفس اليوم، فاهميني؟ يا زبادي يا حليب. تمام. اهو صفيته طبعا، ما وريتكوش الخطوه دي لانها خطوه بعككه شويه وبتطول شويه. وحطيته في براد كده من بتوع الشاي الكبار، وبعد كده فضلت اصبه بقى في الكاسات على مهلي لانه بيبقى تقيل. وحطيت لهم الشفاطات كده، شاليمو يا جماعه، خلينا ناس راقيه شويه او رقيقه. واديت لهم بالهنا والشفا يشربوا حاجه منعشه كده وترد روحهم شويه في الحر ده. بعد كده لبست بقى علشان هنزل هخرج انا وبنتي، نودي عفاف العياده البيطريه، لان كنت هتقابل مع البنوته اللي هتاخدها في العياده، يعني العياده هي الوسيط. تمام. العياده دي اسمها عياده دكتور زو، عياده جميله جدا جدا، والدكتوره راويه وما شاء الله عليها، يعني حد محترم جدا، هي والدكتوره جهاد ناس محترمين جدا، وانا بتعامل معاهم على طول. رحت بقى، وشايفين طبعا القلدمه اللي على وشها دي، وديناها ورحنا بقى اتسوقنا كده. جبت كام حاجه للبيت، كنت عايزه مناديل، وكنت عايزه اجيب حاجات يعني للبيت، مشروبات ومنظفات وكم حاجه كده بسيطه، يعني مكملات يعني. ورجعنا البيت، وفي نفس ذات اللحظه اول ما رجعت البيت البنوته كلمتني
لو سمحتي يا حبيبتي معلش حد يجي ياخد عفوفة، لان نوني خايف ونوني كل ما يقرب لها تبخله، وماما كمان خايفة منها. طب ليه يا حبيبتي ما تصبري شوية عليهم، ما تصبري هما ما يضربوا بعض في الاول وكده، لا مفيش فايدة. طب كلمت ابني طبعا راح اخدها. طبعا انا بيتي بعيد جدا جدا عن البلد يعني شوية، فابني راح خدها. يا دوبك رجعت يا جماعة والله، يا دوبك رجعت البيت ورجعت لنا عفاف. قعدت تاني في قرابيزنا وشغللنا النشيد بتاع التزاوج طول الليل وطول النهار، وبتنادي على داوود طول الليل وطول النهار. تمام. ومش هوديها تاني بقى المرة دي، خليها بقى تديني بريك، لان انا بصراحة اتضايقت منها يعني. المهم جينا بقى بالليل، طبعا عدى وقت كبير جدا، وجينا بالليل بقى حبينا نعمل عشاء. فبنتي عملت اندومي ليها هي واختها، وعملت جنبها سلطة تونة. واخدت يعني من الاندومي الكوري دي، اخدت منها جزء كده يعني، معلقة من طبق بنوتي دي، ومعلقة من طبق بنوتي دي. هنا بقى رحت اعمل سلطة التونة علشان في حد ابني مش هياكل اندومي او اندومي، وكمان عايز اكل حاجة فيها بروتين. فعملنا سلطة التونة تقطع عليها بصل وفلفل الوان وخضرة شبت وكزبرة، بس كده اهو. وبقلبها كده، اقعد اهرسها كده شوية مع السلطة وخلاص. ولا بحط بقى ليمون، ولا بحط بهارات، ولا دبس رمان، ولا صويا صوص، ولا حطيت عليها اي حاجة في الفترة دي يعني. ببقى احط الحاجات دي عموما، ما حطيتش اي حاجة. قلبتها كده. بنتي بقى في الناحية التانية بتعمل الاندومي، وما بتحطش الصوص كله يا جماعة بتاع الشطة بتاع الاندومي الكوري ده، بتحط نقط كده علشان يقدروا ياكلوها وما تتعبش معدتهم برضو. طبعا عندي بنتي بتحب ايه بقى يعني، تنضف الطبق كده، بتحبش انه يبقى ملحوس ولا اي حاجة. وحطت هنا عصير، دي مش ليا خالص، دي ليها هي. شغلنا بقى التكييف كده، وقعدنا بقى ايه، عملنا سهرة كده انا وبنوتاتي، وقعدنا ناكل. انا طبعا البولة الصغيرة دي بتاعتي اهو، ونتفرج على حلقة من المسلسل كده بعد ما خلصوا اللي وراهم. متنسوش بقى لايك حلو للفيديو، وكومنت حلو منكم تشجعوني نكمل مع بعض روتينات ونقضي ايام حلوة مع بعض. اشوفكم على خير، وباي باي.